أنا اسمي نهى وعندي 55 سنة. حكايتي بدأت من وأنا صغيرة في بيت أمي وأبويا، وكان عندي وقتها 10 سنين، وكنا ساكنين في أوضة تحت السلم، وكنا ناس على قد حالنا وحالتنا المادية صعبة جدا. بعد كام سنة كده لما كبرنا شوية، الجيران اللي كانوا ساكنين في الأوضة اللي جنبنا نقلوا على مكان تاني، ووقتها أبويا فكر يأجر الأوضة اللي كان فيها جيراننا دي علشان يوسع الدنيا علينا شوية. وفعلا أجر الأوضة ليا أنا وأخواتي، وساب الأوضة التانية ليه هو وأمي. كنا عايشين حياة هادية ومرتاحة وسعيدة، كل حد فينا كان عايش حياته بشكل طبيعي وخلاص. وفضلنا على الحال ده لحد ما كبرت وبقى عندي 18 سنة. أنا عندي أخ واحد كبير وإحنا 3 بنات، وكلمته كانت ماشية علينا. أبويا كان دايما بعيد عن أمي، وهي اللي كانت بتقوم بدور الأم والأب معانا، وكانت حياتنا بتعدي عادية وماشية لحد ما في يوم كده عرفنا إن في ناس قرايبنا من الصعيد جايين يزورونا، وقرايبنا دول من أسيوط. وأبويا اتفاجئ لما عرف وقتها إن هما جايين، وساب شغله بدري ورجع على طول على البيت. وأمي استغربت قوي لأن أبويا ما بيرجعش البيت بدري إلا لما يكون في حاجة ضرورية، وسألته إيه اللي رجعك بدري؟ قال لها في ناس قرايبنا وصلوا محطة القطر، وانا جاي بدري علشان نحضر الاكل ونستقبلهم. احنا كنا مستغربين قوي بابا، لان عمره ما كان حنين مع ماما ولا كان بيتكلم معاها كويس، وعلى طول كان بيبقى عصبي وبيكلمها بطريقة مش حلوة. وطريقة ابويا مع امي دي كانت على طول بتضايقني انا واخواتي، لكن امي على طول كانت بتبقى صبورة وبتتحمل علشاننا. المهم جم قرايب بابا، وانا وماما كنا عاملين غدا كويس قوي، وبعد ما اتغدوا ابويا قال لامي خلي نهى هي اللي تقدم الشاي للضيوف. وانا استغربت ليه يعني انا اللي اقدم الشاي، بس طبعا ما كانش ينفع اسال ابويا ليه، فعملت الشاي وقدمته للضيوف. وبعد ما الضيوف ما مشوا من عندنا، امي قالت لي ان كان في واحد معاهم اتقدم لي وعايز يتجوزني. ماما قالت لي ايه رايك، ووصفت لي شكله. قلت لها انا ما خدتش بالي منه خالص، وعموما اللي انتوا شايفينه يا ماما، انا ماليش راي يعني في الموضوع ده. وقتها اخويا اعترض وما كانش عايزني اتجوز كده وانا صغيره. وقتها قلت له مادام ابويا شايف ان انا ينفع اتجوز دلوقتي يبقى ده لمصلحتي، وانا طبعا ما ينفعش ارفض اي حاجه ابويا يكون عايزها. انا ما اقدرش اقول لابويا لا. وطبعا اخويا سكت وما قدرش يتكلم قدام موافقتي، وفعلا تمت الخطوبه بسرعه جدا. وبعد شهرين بس اتجوزت وسافرت الصعيد مع جوزي. اتجوزنا في شقة جوزي اللي في بيت العيلة بتاعته في الصعيد، واخو جوزي كان متجوز برضه في نفس البيت، لكن انا كنت الكبيرة، اكبر بنت متجوزة في البيت يعني. وبحكم ان ابويا قريب من حماية كان الموضوع بالنسبة لي صعب، والمسؤولية كانت صعبة قوي عليا، لانهم حسسوني اني مسؤولة عن كل حاجة، وفعلا بقيت مسؤولة عن كل حاجة. وكنت بشوف سلفتي وجوزها وهم بيهزروا وبيعملوا اللي هم عايزينه وبيضحكوا، لكن انا كان جوزي جد جدا، وعمره ما كان بيقول لي اي كلمة حلوة ولا بيهزر معايا. كنت حتى بخاف اهزر معاه علشان ما كنتش ببقى عارفة رد فعله هيكون ايه. اوقات كتير كنت بقعد مع نفسي واقول لنفسي ياه ده انا لسه صغيرة وما فرحتش ولا اتبسطت زي كل البنات، ده احنا حتى اتجوزنا من غير فرح، بعد ما عملنا كتب الكتاب اخدني وسافرنا على الصعيد وخلاص. كنت ببقى متغاظة قوي لما كنت بشوف دايما اخو جوزي بيهزر مع مراته، وكمان هو شخصيته احلى من جوزي بكتير، كان باين عليه ان هو راجل محترم وجدع، وكان معاملته معايا كويسة جدا، وعمري ما حسيت اني قليلة في نظره. كان دايما بيتعامل معايا كويس قوي وبيكلمني بطريقة كويسة، لدرجة اني تمنيت ان هو اللي كان يبقى جوزي، لكن هعمل ايه، هو ده بقى نصيبي. وفضلت حياتي ماشية على كده، وكنت ببقى زعلانة جدا على طول ان جوزي بيبخل عليا بالكلمة الحلوة. حتى في موضوع العلاقة الخاصة ما بينا بيكون أناني جدا، وأنا كنت بخاف أتكلم مع جوزي علشان هو صعيدي وممكن رد فعله يبقى صعب. كنت على طول ببقى حاسة اني متضايقة ووحيدة في الدنيا دي، وما كنتش ببقى عارفة اعمل ايه، لحد ما خلفت اول طفل. ابني بقى يشغلني وكنت فرحانة بيه، بس برضو حياتي فضلت زي ما هي، وخلفت كمان ابني التاني والتالت. ومع الوقت حسيت ان انا مش قادرة اتحمل حياتي تفضل بالشكل ده. من وانا صغيرة وانا بخدم في بيت امي وابويا، ودلوقتي بخدم في بيت حماية وحماتي، ومعاملتهم معايا صعبة جدا طول الوقت. اتحملت كتير قوي وخلاص ما بقتش قادرة استحمل العيشة اللي انا عايشاها، وقررت اني اقول لجوزي اني همشي، وهو قال لي لو مشيتي مش هيبقى ليكي اي حقوق. قلت له مش مشكلة، مش عايزة منك حاجة خالص، وسبته ورحت على اهلي. ولما رجعت عند اهلي امي وابويا اتخانقوا معايا خناقة كبيرة جدا، وقالوا لي احنا ما عندناش بنات يتطلقوا، وان ده الطبيعي ولازم استحمل واساعد حماية وحماتي. قلت لهم لا، انا انسانة وما اقدرش اعيش بالطريقة دي، ده كلهم بيتعاملوا معايا على ان انا حيوانة وخدامة،
وقتها اخويا وقف جنبي لاول مرة وقال لابويا انا مش هسيب اختي تعيش اللي عاشته تاني، ولو اختي عايزة تتطلق انا هساعدها. وفعلا اخويا سافر الصعيد لجوزي وخلص معاه كل حاجة، واتطلقت واتنازلت عن كل حاجة وعن ولادي وعن حقوقي، وقعدت في بيت ابويا بعد طلاقي. وفي الوقت ده كان كل اخواتي البنات اتجوزوا، واخويا كان خاطب وحدد ميعاد فرحه، وعاش في الأوضة اللي كنا بنعيش فيها أنا وأخواتي البنات، لأن وقتها كان صعب إن هو يجيب شقة يسكن فيها هو ومراته. عشان كده أمي اقترحت عليه إن هو يقعد معاها في نفس الأوضة هو ومراته، وأنا علشان بقيت متطلقة عشت معاهم، وأنا ما كانش ينفع أرجع أعيش في الأوضة بتاعت أمي وأبويا علشان ابويا اتجوز مرة تانية، وفضلنا عايشين على الحال ده. وانا بصراحة ما كنتش عارفة اعيش حياتي بعد ما اتطلقت. كنت حاسة ان ولادي بعيدة عني، كنت ببقى زعلانة قوي ان ولادي بعيدة عني، وكنت كل يوم بنام ودموعي على خدي لاني كنت محتاجة لولادي جدا وكانوا بيوحشوني قوي. وكنت على طول بفكر وبقول يا ترى ابوهم قال لهم ايه عليا، وقال لهم انا بعدت عنهم ليه. ولادي كانوا صغيرين، اصغر واحد فيهم كان عنده 1.5 سنة. ما كنتش عارفة ازاي هقدر اعيش حياتي من غيرهم، لكن قررت اني اتحمل، وقلت اكيد هيجي يوم ويعرفوا الحقيقة، ويعرفوا اني اتحملت كتير قوي علشانهم، واني خلاص لما ما بقتش قادرة استحمل اضطريت ان انا اتطلق واسيبهم. وكانت بتعدي الايام وخلاص. بس مع الوقت مرات اخويا بقت بتعاملني بطريقة وحشة قوي، بقيت زعلانة على نفسي قوي، وكنت بقول لنفسي هو انا كل ما اهرب من حاجة اروح لحاجة تانية اكبر منها، وكنت حاسة اني وحيدة قوي. حتى بطلت اشتكي لحد ما جاي يوم كده وتعرفت على جوزي. ايوه انا اتجوزت تاني. جوزي التاني ده كان جارنا في الشارع، بس انا ما كنتش واخده بالي منه قبل كده، لكن هو قال لي انه كان بيحبني من زمان، واني كنت دايما قدامه، وما كانش متخيل انه هيجي يوم ويتجوزني. انا فرحت قوي بكلامه وحبه ليا واتجوزنا بسرعة. لكن للأسف الحاجة اللي بتيجي بسرعة بتخلص بسرعة، وخصوصا لما تكون دي الحاجة الحلوة اللي الواحد محتاج لها. للأسف بعد 2 بس من جوازنا جوزي عمل حادثة كبيرة وتوفى، وفي الوقت ده قررت اني لازم اشتغل، وما كانش عندي مكان ينفع اروح له غير بيت اهلي. رجعت عشت مع اهلي واشتغلت. وبعد كام شهر كده واحدة جارتي قالت لي ان هي جايبالي عريس، لكن مشكلته انه متجوز وعنده اولاد. قلت لها ماشي ما عنديش مشكلة، ما تنسيش اني كنت متجوزة 2 قبل كده والموضوع ده مش فارق معايا. فجارتي قالت لي تمام، وحددت ميعاد واتقابلنا واتفقنا على كل التفاصيل، واتجوزته بسرعة من غير تفكير كتير. وطبعا ده كان غلط. جوزي التالت ده كان أكبر مني في السن بكتير، وأنا كنت وقتها عندي 27 سنة، يعني لسه صغيرة. كنا معظم الوقت بيكون في ما بيننا خلافات بسبب فرق السن، وكمان موضوع العلاقة الخاصة ما بيننا كان عامل أزمة شوية بسبب إن صحته على طول تعبانة وإنه أكبر مني بكتير. بس برضو كنت بمشي أموري وبستحمل وخلاص. جوزي ده كان عنده 3 بنات وولد، والولد كان عنده 19 سنة تقريبا، وكنت على طول بحس انه ابني بيبصلي نظرات مش مريحة ابدا، بس كنت بتجاهل الموضوع علشان ما اعملش مشاكل. ومع الوقت لما لقيت صحة جوزي بتتدهور اكتر قررت ان انا اتطلق منه. ولما كنت خلاص هطلب الطلاق عرفت اني حامل، وعدت شهور الحمل وخلفت بنتي، ودي كانت بنتي الوحيدة من جوزي ده، غير ان طبعا عندي 3 ولاد من جوزي الاولاني. يعني في الوقت ده بقى عندي 3 صبيان وبنت. فرحت ببنتي جدا وقلت هكبرها واخليها احسن الناس، وبقت تشغل كل وقتي، وكنت على طول بهتم بيها كويس وبعمل لها كل اللي نفسها فيه، وكانت كل يوم بتكبر قدام عيني لحد ما بقى عندها 16 سنة. بنتي كانت جميلة قوي ومؤدبة ومحترمة، كنت فرحانة بيها قوي وكانت مالية عليا حياتي. في الوقت ده جوزي ابو بنتي جه اتوفى الله يرحمه، وطبعا في الوقت ده كل واحد من ولاده أخد حاجة من الميراث، وكلهم كانوا متجوزين، وعشت أنا وبنتي لوحدنا في البيت. وقتها برضو كنت لسه صغيرة، كان عندي 40 سنة. كنت على طول كل ما بخرج وبنزل مع بنتي كل اللي بيشوفني معاها يقول لها إني صاحبتها وأختها الكبيرة. ما كانش حد بيصدق خالص إني أمها، لأني طبعا لما خلفت بنتي كنت صغيرة. وبصراحة فعلا الناس كلهم كان عندهم حق، أنا ما كانش باين عليا خالص إني أمها. انا كنت بفرح قوي بالكلام ده لانه كان بيحسسني ان انا لسه ست ومطلوبة ومرغوب فيا. وفي يوم كده بنتي قالت لي ان في واحدة صاحبتها عاملة عيد ميلادها في كافيه، وانا يا ماما عايزة اروح. وطبعا انا وبنتي كنا بنروح في كل حتة مع بعض. قلت لبنتي وانا يا ماما عايزة اروح. وطبعا انا وبنتي كنا بنروح في كل حتة مع بعض. قلت لبنتي تمام مفيش مشكلة، بس انا طبعا هاجي معاكي علشان انت عارفة اني بخاف عليكي. ورحنا عيد الميلاد وقضينا وقت كويس قوي،
ولما كنا في عيد الميلاد لقيت راجل بيبص عليا وكانت نظراته ليا كلها إعجاب، وبعد شوية لقيته جاي يتكلم معايا ويتعرف عليا. عرفني بنفسه وقال لي إنه رجل أعمال وعنده شركات كبيرة، وقال لي إن هو معجب بيا من أول ما شافني، وأنا فرحت بيه جدا جدا، وفضلنا نتكلم فترة، وبعد كده طلب مني الجواز، وأنا طبعا وافقت، أصلي كنت حاسة إن هي فرصة مش هتتعوض أبدا. وفعلا اتجوزنا بعد شهر. ما كنتش عارفة عنه تفاصيل كتير، أنا كل اللي كان شاغلني الفلوس اللي عنده، هي دي اللي أنا كنت طمعانة فيها. ما فكرتش في أي حاجة غير الفلوس وبس، وقلت أخيرا هيجي اللي هيعيشني كويس ويخلي مستواي قدام الناس كويس. كنت بقول طبعا أكيد هيجي لبنتي عريس غني هيعيشها في نفس المستوى اللي هنبقى عايشين فيه. قعدت أفكر وأرسم وأخطط علشان مستقبل بنتي، وما فكرتش أبدا في العواقب اللي ممكن نوصل لها. بعد ما اتجوزت حسيت إني لأول مرة عرفت أختار صح في حياتي. كنت بشوف معاملة جوزي ليا حلوة قوي، وأول ما اتجوزته كنت بقول يا ريتني قابلته من زمان، بس أهو مش مشكلة، أدينا عايشين واتقابلنا، وبقيت عايشة معاه حياة حلوة ومرتاحة جدا. والأوقات الحلوة اللي عشتها دي نسيتني الأوقات الوحشة اللي مرت عليا في حياتي. وبعد كام شهر بس من جوازنا اكتشفت ان في ستات كتير في حياته، وفي الاول الموضوع ده ما كانش بيفرق معايا، بس الموضوع لما زاد عن حده بقيت بتضايق قوي، وخصوصا انه ما كانش بيحترم وجودي واحنا في وسط ناس. كنت بحس طول الوقت ان الناس عارفين هو بيعمل ايه، واني عارفة كل حاجة وراضية. قلت له انا مش قادرة استحمل اللي انت بتعمله ده، واتكلمت معاه كتير، بس هو كان على طول بيقولي بقولك ايه، اسكتي وعيشي على كده وخلاص، احمدي ربنا انك عايشة انتي وبنتك معايا، انا على طول مش بأثر معاكي في احتياجاتك انتي وبنتك، قوليلي بقى ناقصك ايه وعايزة ايه تاني. قلت له ان ناقصني انك تحترمني حتى لو قدام الناس، فيبصلي كده بطريقة فيها تريقة ويضحك ويمشي ويسيبني. ومن كتر ما تعبت من الكلام معاه بطلت اتكلم في الموضوع ده خالص، واتعودت وعشت وخلاص. وكانت بتعدي علينا الايام على نفس الحال، وما كانش بيبقى فيه اي تغيير، لحد ما في يوم بنتي قالت لي ماما انا عايزه احكي لك على حاجه. قلت لها قولي. قالت لي هتصدقيني يعني يا ماما؟ قلت لها ايوه طبعا هصدقك. بنتي قالت لي ان جوزي بيتصرف معاها بطريقه مش كويسه وبيهزر معاها بطريقه مش مريحه، بس انا وقتها ما صدقتش بنتي وزعقت معاها وقلت لها ايه اللي انتي بتقوليه ده، انتي اكيد فهمتي غلط. قالت لي مش معقوله يا ماما انتي مش مصدقاني؟ قلت لها ايوه طبعا مش مصدقاكي، واتخانقت كمان معاها. ودي كانت اول مره اتخانق مع بنتي. ولما جوزي رجع بالليل اتكلمت معاه في الكلام اللي بنتي قالتهولي، وهو طبعا كدبها في كل كلامها، وانا بصراحه صدقته لان هو على طول كان كويس مع بنتي، وكنت بحس ان هو بيتعامل معاها كأنها بنته بالظبط. وعدى الموضوع على كده. وفي يوم كده جوزي طلب مني ان انا اعمل عشاء حلو ونسهر مع بعض ونتعشى كلنا انا وهو وبنتي. ولما حضرت العشاء وقعدنا علشان ناكل، جوزي كان جايب معاه مشروب كنت اول مرة اشوفه، وقال لي عايزك تشربي معايا انت والبنت، انا النهارده مبسوط قوي. فانا قلت له ايه ده، انا اول مرة اشوف المشروب ده. قال لي ما تقلقيش مفهوش اي حاجة، وانا يعني لو عايزك تشربي حاجة كده ولا كده اكيد مش هبقى عايزة اشرب بنتك منها. فانا صدقته وشربنا معاه. ومن بعد ما اتعشينا وشربنا ما حسيتش بأي حاجة غير لما فتحت عيني الصبح لقيت نفسي في أوضة النوم مع بنتي وجوزي على نفس السرير. وبقيت هتجنن لما لقيت بنتي مش لابسة هدومها، شفتها في وضع ما كنتش متخيلة أبدا إني هشوفها فيه. وطبعا فهمت جوزي عمل فيا ايه أنا وبنتي، وصحيته بسرعة وقلت له حرام عليك عملت ليه كده فيا أنا وبنتي. رد عليا بكل برود وهو بيضحك وقال لي وايه المشكلة، وكمان عرض عليا انه يديني فلوس كتير جدا علشان نفضل نكمل في نفس الموضوع ده مع بعض. قال لي انه مستعد يعمل اي حاجة بس نفضل احنا التلاتة مع بعض. وانا وافقت على اللي هو قاله علشان الفلوس كتير قوي، واتكلمت مع بنتي علشان اقنعها. في الاول ما كانتش موافقة، بس انا فضلت اقنعها كتير قوي لحد ما وافقت. فضلنا على الحال ده تقريبا سنة، لحد ما في يوم حسيت ان بنتي بقت تعبانة جدا، بقت هزيلة وضعيفة وصحتها بقت تعبانة على طول. ولما رحت عشان اكشف على بنتي عرفت ان عندها مرض خطير وانها ممكن تتوفى في اي وقت. وقتها ما بقتش عارفة اعمل ايه. لما سمعت الخبر بقيت حاسة اني هتجنن. ولما كنت بتكلم مع بنتي وبواسيها قعدت تقولي ان اللي حصل ده بسبب ان هي وافقتني على اللي احنا بنعمله، وان طمعي في الفلوس هو السبب في اللي هي وصلت له ده. وانا قلت لها ايوه يا حبيبتي عندك حق، انا فعلا غلطانة يا بنتي، والمفروض ما كنتش اعمل كده من الاول، ارجوكي حاولي تسامحيني، انا ندمت جدا على كل اللي حصل. بنتي سكتت وما ردتش عليا، وفضلت كل يوم صحتها تتدهور اكتر واكتر لمدة اسبوع، وبعدين ماتت.
وانا بقيت هتجنن، وندمت جدا اني ضيعت بنتي من ايدي، ومقهورة جدا عشان معرفش بنتي سامحتني ولا لأ قبل ما تتوفى. اللي حصل ده عدى عليه سنتين، وانا دلوقتي عندي 55 سنة، وبقالي سنتين على طول بصلي وبدعي ربنا كل يوم يسامحني، وعلى طول بحاول اكفر عن ذنوبي. انا غلطت يوم ما طمعت في الفلوس، اللي حصل ده المفروض ما كانش يحصل ابدا. انا كنت من وانا صغيرة عمري ما عشت يوم حلو، ويوم ما طمعت في الفلوس طمعت فيها علشان اعيش بنتي في مستوى احسن، وكنت بتمنى ان انا اجوزها عريس كويس وافرح بيها. بس خلاص بنتي راحت مني ومش هجوزها ولا افرح بيها، واللي حصل ده بسبب غبائي وطمعي. انا بتمنى ربنا يغفر لي ويسامحني، ومش عارفة هيسامحني ولا لأ. انا محتاجة رأيكم قوي، تفتكروا ربنا هيسامحني ولا لأ؟ دي الحكاية اللي كانت معانا النهاردة. صاحبة الحكاية مستنية رأيكم في التعليقات، ياريت تساعدوها وتكتبوا رأيكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.